سعيد جدا بالمشاركة والإشراف على فعاليات افتتاح هذا اليوم وهذا الاحتفال ب50 المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وهي مؤسسة راجعة بالنظر لجامعة جندوبة. هذا الحدث هو حدث متميز في تاريخ الجامعة وفي تاريخ المؤسسة، لأنه يترجم كل الطاقات وكل ما قامت به المؤسسة وكل دعمها في التكوين وكذلك البحث وخدمتها للتطور والابتكار وخدمتها للوطن. إذا هم 50 سنة للابتكار، 50 سنة للتطور، 50 سنة لخدمة الوطن. المؤسسة هذه كان دورها ريادي وريادي جدا في تحسين مقروئية الجامعة، في تحسين تصنيفها بمختلف التصنيفات العالمية. كان دورها ريادي كذلك في التكوين. هذه المؤسسة تؤمن تكوين كامل متكامل من الإجازة إلى الدكتوراه. هذه المؤسسة بها مخبر يهتم بإحدى أولويات الوطنية الهامة والهامة جدا، وهي الأمن الغذائي. به أساتذة باحثين من أعلى طراز وساهموا مساهمة فعالة بفضل مشوراتهم العلمية إلى تحسين مقروئية الجامعة وإلى تحسين تصنيفها في مختلف التصنيفات العالمية. الخمسينية متاع المدرسة العليا للفلاحة، وتعرف دور البحث العلمي خاصة في القطاع الفلاحي. احنا اليوم قدام تحدي كبير خاصة في ظل التغيرات المناخية. اليوم أصبح البحث العلمي وخاصة وقت نحكوا على مدرسة نتاع الفلاحة في ولاية الكيف، وهي خصوصية ولاية الكيف اللي هي ولاية فلاحية بالأساس، وبالتالي اليوم يعني دورها كبير ياسر، خاصة في اليوم عندهم أبحاث اليوم إن شاء الله باش تتجسد إن شاء الله وتخرج للفلاحة، على الأقل نحاولوا باش نجسدها على أرض الواقع. كيف اليوم يعني المدرسة العليا للفلاحة يعني تعدت بعدة مراحل، وهي كانت الحقيقة كانت قاطرة في تحسين الإنتاجية خاصة في بعض الغراسات وبعض الزراعات في ولاية الكيف. تعدوا عليها عدة دكاترة وباحثين اللي نقد بالمناسبة اللي توفوا إن شاء الله يا ربي يرحمهم، واللي مازالوا قيد الحياة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بموفور الصحة إن شاء الله يا ربي يطول في أعمارهم، وهم اللي كانوا الحقيقة قاطرة. احنا اليوم عندنا طلبة في المدرسة ذي نعملوا عليهم ونعملوا إن شاء الله باش يكونوا هما كيف يكونوا هما من الباحثين ويقدموا للقطاع الفلاحي اللي هو اليوم احنا يعني تونس بصفة عامة هي دولة فلاحية بالأساس، وبالتالي دور البحث العلمي ضرورة، وخاصة في استنباط يعني بذور وغراسات يعني تتماشى مع التغيرات المناخية خاصة في ظل الجفاف الموجود. صباح الخير، مرحبا بكم. أنا سعيدة سلماني، فونداتريس بروجي نحلتي اللي هو تربية محل وتثمير منتجات خلية النحلة. اليوم احنا بمناسبة الاحتفال ب50 المدرسة العليا للفلاحة، وقع التكريم متاعي من طرف سيد الوالي على خاطر سبق وشاركنا في المسابقة الوطنية للمنتجات المحلية الوطنية ديسمبر 2025 اللي تحصلت فيها منتجنا عسل نحلتي، وشاركنا من خلال جمعية النحالة الكيفية. تحصلت على 2 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية. ال4 ميداليات العسال اللي شاركنا بهم تحصلنا بهم على 4 ميداليات، وكنا من الأوائل على ولاية الكيف المشاركين بالعسل. دونك في روزنا نعملوا كل ما هو مواد تجميل طبيعيه بليزاناليز نتاعها دي برودوي افيكاس على الاخر، وتبدا البرودكسيون نتاعنا من التقطير، العصران الزيوت، التثمين النباتات الطبيه والعطريه اللي عندنا نساء رفيات هما شركات في العمل هذايا. دونك اليوم حاضرين في الخمسينية لمدرسة الفلاحة بالكيف، تم استدعائنا دونك باش نكونوا موجودين وحاضرين كقصص نجاح يعني شباب وكل، وان شاء الله باش يتم تكريمنا لهنا، ونشكرهم برشا، وان شاء الله يا ربي ديما في تألق وفي تحسن، وان شاء الله نشوفوا التعليم في الكيف التعليم العالي في احسن يعني ليتاب نتاعو ان شاء الله، وتتحسن الكليات ان شاء الله، ونكونوا ديما موجودين وحاضرين، وان شاء الله نشوفوا الشباب نتاعنا زاد ناجح، اللي اهم حاجه نحبوا نكونوا نحن قصه نجاح، وفرد وقت نحبوا العباد الكل تنجح معانا وننجحوا الولايه كلنا مع بعضنا. شكرا.